السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هعمل معاكم شوربة الكوارع. هنسوي الكوارع من الاول لغاية ما نعمل معاكم الفتة. عندي 1 كارع غسلته كويس ونقعته. هنا عندي طبق فيه توابل، ملح، كمون وفلفل اسود ناعم وتوم مفروم، معلقة توم مفروم. بدعك الكوارع كده كلها مع بعض مع التوابل الموجودة عندك، اللي هي كمون 7 حبات، فلفل اسود الناعم. هنزلهم على النار في الحله واضيف لهم ورق لوري وحبايه مستكه او 2، ما تكتريش لانها بتمرر معاكي، وتسيبيهم في الحله من غير اي حاجه خالص لغايه ما ريحه المستكه تطلع معاكي. وتضيفي لهم بعد كده ورق لورا حبهان و7 حبات وعود قرفه خشب، وتضيفي كمان فلفل اسود حب بحيث ان يكون الشوربه ما تبقاش لونها غامق معاكي. بعد كده بتضيفي لها ان كان عندك الكوبيبه الصيني او التوابل الموجوده كلها. بتضيفي كمان الحاجات دي كلها يا جماعه. التوابل الجميله دي الحصى بتجيبوهم 7 حبات من عند العطار، تقولوا له عايزه 7 حبات الحصى. وبتضيفي بعد كده تديها تشويحة وتديها ربع معلقة لو في عندك اللي هو حبهان بودر بتديها سنة صغيرة على طرف المعلقة. عندي بصلة وعندي طماطم، وممكن تديها عود كرفس لو عندك، وبتديها فصين توم، بتديها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الجزرة، وبتقلبيهم كويس. وبعد كده تغلي المية ده كله على النار هادية، لان لو خدت معاكي لون الشوربة بتغمق معاكي. وبعد كده بتكوني مجهزة المية مغلية جنبك، بتضيفيها لها بعد ما ريحة المستكة تطلع معاكي. الكوارع الاول بتشطفيها كويس وتغسليها تنقعيها، ولو كان فيها شعر الناعم اللي بيكون ده بواقي التنظيف بتعمليها على النار بحيث ان انت بتزيلي كل حاجة فيها. بعد كده هضيف المية دلوقتي الشوربة للكوارع، هسيبها تغلي على النار وهدي النار عليها. اول ما تغلي تسيبي النار عليها، اول ما تغلي توطي النار خالص وتغطي عليها. هي مش هتاخد معاكي حسب الكوارع نفسها، لو هي بتلو ما بتاخدش وقت، لو هي العادية اللي هي الكندوز بتاخد معاكي حوالي 1.5 ساعة او 2 ساعات على نار هادية. وتشيكي عليها بالسكينة كده، لو لمستي طرف السكينة وشقت معاكي يبقى كده استوت. كده هي لسه عايزة شوية كمان. وهنا عندي حطيتها حلتين على النار، حلة هعمل فيها رز بالشعرية، والحلة التانية هعمل الصلصة بتاعة الفتة. نزلت هنا بزيت في حلة الرز، نزلت بزيت في حلة الصلصة، نزلت معلقة سمنة بلدي ومعلقتين، حوالي معلقتين زيت، وعندي توم مفروم. هعمل صلصة الفتة، وهنزل بالثوم مع معلقة كزبرة ناشفة. تمام كده. وعندي عصير طماطم هطفيها اول ما تاخد اللون الذهبي معايا. هنا هحمر الشعرية معاكي، وبعد ما احمر الشعرية هضيف لها الرز، وكده هشوح. اديتها كده معلقة كزبرة، تقلبي 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 لما تاخد اللون معاكي الذهبي. نفس الحكاية التومة ما تاخدش معاكي لون، تاخد اللون الذهبي لاصفر الذهبي عشان ما تمررش معاكي. الشعرية نفس الحكاية اللون الذهبي. هضيف لها الرز دلوقتي، وهنا هطفيها بالخل. هنا خلاص هطفيها بالخل، هطفي التومة بالخل وهضيف الرز للشعرية معايا كده يا بنات. واول مرة تشوفينا كده طفيتها بالخل، تديها حوالي معلقتين خل، وكده هضيف الرز للشعرية.
واديها الملح بتاعها، هدي الرز الملح بتاعه، والميه بتاعت القعد بتاع الرز بتنزلي بيبقى لغايه اول عقله في الصباع حسب نوع الرز. لو الرز المصري بتديله الميه قد الرز، وفي رز بياخد اقل. هنا هضيف الصلصه بتاعت الطماطم. عندي حوالي نص كيلو طماطم فرمته في الخلاط، وهنزل بيه على التومه اللي طفتها بالخل الابيض يا بنات. ما تنسوش اهم حاجه في الفتة في صلصة الفتة تطفي التومة بالخل. كده هغطي عليها وهتبل الصلصة. هديها كمون، بابريكا، ملح، وهديها نص معلقة سكر، وتوابل لحمة، وفلفل اسود ناعم. لو اللون الطماطم محتاج معايا صلصة بديله. كده هغطي على الرز، وبعد ما اغطي على الرز وهنا ضفت الملح، كمون، توابل اللحمة، وفلفل اسود، ونص معلقة سكر للصلصة. تمام كده. هنغطي الحلل بتاعتنا. حلة الصلصة هسيبها تاخد غالية كده وارفعها. والرز هضيف له معلقة ملح حسب ما انت بتضيفي الملح. يعني اقل من المظبوط، معلقة ونص او معلقتين، ده نص كيلو رز. وهنا هقلب الصلصة. واول مرة تشوفينا ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب في مطبخ شيزان تاج الدين. كده خلصت الصلصة. بصي لونها جميل ازاي. عندي حمصت العيش في الفرن. العيش قطعته وحطيته في الفرن. ممكن تديله معلقة زبدة لو عايزة. لو مش محتاجة ان انت تضيفي زبدة، بتحمصيه كده تحت الشواية وتقطعيه. وبعدين الرز بصي ما شاء الله فلفل معايا. كده هعمل الفتة معاكي. هنضيف الشوربة الاول، وبعدين هضيف الرز. هديها معلقة صلصة. بصي الشوربة رايقة معايا ازاي وجميلة. بالهنا والشفا. واول مرة تشوفيني يا ريت لايك وشير وسبسكرايب في مطبخ شيزان تاج الدين. ويا رب ننول اعجابكم ويشرفونا قوي ان انتوا ويشرفني ان انت تشتركي معايا على القناة. كده هضيف اديتها معلقتين شوربة او 3 حسب الطبق اللي انت هتضيفيله. وبعدين اديته معلقتين صلصة، وبعدين هغطيه بالرز واديها معلقة صلصة ومعلقة شوربة تاني. وعايزة تضيفي معلقة حاجة تانية جميلة كمان، ممكن تجيبي كوباية زبادي وتضيفيها بعد الصلصة، بيبقى طعمها تحفة وجميلة جدا. جربوها يا بنات وقولوا لي رأيكم. ويا رب يا رب كل حاجة اقدمها تنول اعجابكم. هنشيك دلوقتي على الكوارع اشوفها كده استوت ولا ايه. هي خلاص شكلها بدأت اتفتحت معاكي كده، واللحم بتاع الكوارع ساب العظم ورجع ورا شوية كده. كده خلاص دخلت في السوا. لما تنزل خالص وتسيب من العظم، عايزة تخليها بتخليها. ان شاء الله هبقى اعمل لكم باذن الله طاجن كوارع. هي الكوارع ليها كذا طريقة. كل سنة وانتوا طيبين. كده خلاص بصي دابت خالص ما شاء الله. الله اكبر. اهم حاجة يا جماعة في الحاجات دي الاول النظافة. تغسليها كويس وتنقعيها. بصي وبالهنا والشفا. ويا رب النور يعجبكم. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في مطبخ شيزان تاج الدين. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وكل حاجة هقدمها يا رب تعجبكم. ومع الف سلامة. ما تنسوش يا بنات التعليق الحلو، ولو في اي ملحوظة او اي حاجة تقولوا لي عليها. ومع الف سلامة واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.